هاد القصة ما كايناش في الكتب وما غتلقاوهاش في جوجل. هذه قصة كيتعاودوها غير العيالات اللي عاشوا يمنية والغدر اللي كان كيمشي تحت الرجلين. اليوم غنديكم لمدينة مكناس، لواحد الزنقة ضيقة في درب الحمام، فين سكنات واحد العائلة معروفة بالجاه والمال، ولكن كانت تبعاه واحد اللعنة سميتها جمال العروسة. واش عمركم تخيلتوا بلي العروسة تمشي للحمام بالكسوة ديالها وزغاريدها وتغبر وسط الدخان بحال الا عمرها ما كانت؟ اليوم غنحلوا الخابيه ديال زهور، العروسه اللي غبرات والسر اللي خبعته جدتها في خيط الروح. كانت زهور بنت لاله رقيه، زينة البنات، بيضه بحال الحليب، وعينيها كبار وشعرها واصل حتى ركبيها. كان العرس ديالها مع السي محمد ولد القايد. مدينه مكناس كلها كانت كتهضر على هذا العرس، ولكن لاله رقيه كانت خايفه. كانت كتقول لزهور: بنتي، الجمال ديالك غيدير لينا الفتنه، لبسي خيط الروح ديال جداتك، هو اللي غادي يحميك من عينين نسا المكان. هاد خيط الروح ما كانش ذهب عادي، كان فيه واحد الحجره حمراء في الوسط، كيقولوا بلي مرشوشه بدم الوفا وعليها رصد قديم. جا نهار الخميس، نهار حمام العروسه. زهور مشات مع خالاتها وعماتها وصحاباتها، والحمام كان مكري غير ليهم، ريحه الصابون البلدي والعكر الفاسي والبخور عاطيه من الدرب. دخلت الزهور للبيت السخون، اكثر بيت سخون في الحمام، ومعاها الكساله الخاصه ديال العائله لاله مريم. العيالات برا في البيت البارد كيغنيو وكيفرقوا الحلوى واتاي. دازت ساعه، دازت ساعتين، والعروسه ما خرجتش. لاله رقيه بدات كتقلق، ناضت ودقات على باب البيت السخون، بقات كتعيط: مريم؟ والزهور باقا كتحك: عطلتوها علينا. ما كاين حتى جواب. ملي دفعوا الباب بجهد لقاو الصدمه اللي خلات لاله رقيه طيح سخفانه. البيت السخون خاوي والسطوله مشتتين والصابون البلدي مليوح، ولكن زهور والكساله مريم ما لهمش لا طار. الحمام تقلب، والمعلم ديال الحمام الفرناطشي حبس النار، والرجال دخلوا كيقلبوا، وبيبان الحمام كلهم مسدودين. قلبوا في البرمه الكبيره فين كيسخن الماء، وقلبوا في البيوت الصغار حتى القوادس، وما لقاو والو. ولكن واحد الدري صغير من ولاد الحومه لقى حاجه غريبه ورا باب الحمام. من برا لقى خيط الروح ديال زهور طايح في الارض، والحجره الحمراء اللي كانت فيه ولات كحله بحال الفحم. والناس بداو كيتسائلوا: كيفاش خرجت زهور من الحمام وهي داخله عريانه وما لابسه والو؟ وكيفاش خيط الروح خرج لبرا والباب كان مسدود بالبوليس والناس؟ دازت سيمانه وشهر وزهور ما بانتش. الخطيب ديالها السي محمد ولا بحال الحمق، كيدور في الزناقي وكيعيط بزهور. لاله رقيه كانت كل ليله كتسمع صوت المشطه كتمشط ورا الباب ديال بيتها، وصوت كيهمس ليها: العهد رقيه، العهد اللي خنتيه رجع ياخد حقه. هنا لاله رقيه اضطرات تعترف بواحد السر خطير: الجده ديال زهور ما كانتش امراه عاديه، كانت حكيمه، ودارت عهد مع ملكه من جنون الحمام سميتها لاله ميرا، بلي اول بنت غتزاد في العائله بجمال خارق غتكون خادمه في القصر ديالها تحت الارض. رقيه خبات هذا السر وسحرات لبنتها باش ما يديوهاش، ولكن خيط الروح هو اللي كان فيه القفل، ونهار الحمام شي حد حل داك القفل. ملي غبرات زهور كلشي كان كيبكي عليها الا وحده: كنزه، الاخت الكبيره ديال زهور. كنزه كانت دائما عايشه في الظل ديال اختها، كانت كتشوف الخطاب كيجيو لزهور وهي كيتخطاوها. نهار الحمام كنزه هي اللي تكلفات بالمشطه والزيوت ديال اختها، والسر اللي ما عرفو حتى واحد هو ان كنزه تلاقات بواحد الشوافه في قاع المدينه وعطاتها طريف ديال اللبان مسحور، وقالت ليها غير تقرب زهور للبيت السخون حلي ليها القفل ديال خيط الروح ورمي هاد اللبان في المجمر. كنزه دارت داكشي اللي تقال ليها، غير حلات القفل، ريحه اللبان غطات على ريحه البخور، والضباب ديال البيت السخون ولا بزاف. حتى الكساله مريم غابت على الوعي، وفي ديك اللحظه تحل واحد الباب وسط الحيط اللي ما كيشوفوش الانس، ودخلات زهور لواحد العالم اخر وهي غايبه على الدنيا. دازت عامين والناس نساو، ولكن الخطيب سي محمد ما نساش. واحد الليله حلم بزهور واقفه قدام واحد البير قديم كاين ورا الحمام المهجور، ولابسه نفس التكشيطه ديال نهار الحمام، ولكن عينيها عامرين بالماء. ناض سي محمد وجاب الحبال وشعل الفانوس ونزل القاع داك البير بوحدو. البير كان ناشف، ولكن في القاع لقى مغاره صغيره، دخل ليها ولقى واحد الحاجه جمدات ليه الدم في عروقه. لقى المشطه ديال زهور وباقي فيها شعرها، وواحد الوريقه مكتوب عليها بدم كحل: امان تميره كترجع، واللي خلى العهد كيرجع. وفجاه سمع صوت ضحكه مكتومه خارجه من وسط الحيط. شاف واحد الخيال كيشبه الزهور، ولكن غير قرب منه تحول للرماد. سي محمد عرف بلي زهور باقا رهينه وبلي الخلاص ديالها ماشي في البير ولكن في الاعتراف. سي محمد رجع لدار لاله رقيه وجمع كاع العائله، هز المشطه وحطها فوق الطابله وقال:
اليوم غنعرفوا زهور فين كاينه، وإلا ما هضرتوش هاد المشطه غتحرق الدار كامله بماليها. كنزه غير شافت المشطه بدات كتجدب، وجهها ولا زرق وبدات كتهضر بصوت ماشي صوتها. قالت ليهم انا اللي بعتها، انا اللي حليت القفل، خديت الذهب وبعت الروح لنسى المكان حيت كنت باغا السي محمد ليا. لاله رقيه تصدمات، والناس اللي كانوا حاضرين بقاو كيشوفوا في كنزه وهي كتصلخ في وجهها بضفارها. وفي ديك اللحظه رعد كبير ضرب في السماء، والضو طفى من الدار كلها. ملي شعلوا الشمع لقاو كنزه طايحه ولسانها مربوط ما بقاش كيهضر، وكأن الرصد عاقبها على الاعتراف. دازت 20 عام طويله، السي محمد شاب وشعره ولا بيض، ولكن بقى عازب كيتسنى المعجزه. واحد النهار في نفس الحمام اللي غبرت فيه زهور، واللي دابا ولا مهجور وكيخافوا منه الناس، المعلم ديال الحمام الجديد سمع صوت الزغاريد رقيقه جايه من البيت السخون. حل الباب ولقى مرا جالسه فوق الرخامه الوسطانيه، كانت لابسه لبسه ديال العروس وباقه في عز شبابها، كأن الزمن وقف عندها في ديك 20 عام. كانت هي زهور، ولكن زهور ما كانتش كتهضر، كانت كتشوف الفراغ وكتلعب بخيط الروح اللي رجع فوق راسها بوحدو. ملي شافها السي محمد طاح على ركابيه وبدا كيبكي، ولكن زهور غير شافت فيه تبسمات واحد الابتسامه بارده وقالت ليه كلمه واحده: فات الحال، وليت منهم. زهور رجعت للدار، ولكن الدار ما بقاتش هي الدار. لاله رقيه ماتت بالفقصه، وكنزه الاخت الخائنه ولات كدور في الزناقي بحال الحمقى وكتغني بالسميات ديال جنون الحمام. زهور حطوها في بيتها، ولكن الغريب هو انها كانت كتبقى جالسه في قنت واحد، ما كتاكل ما كتشرب وما كترمش عينيها. السي محمد اللي شاب شعره هو كيتسنى كان كيجلس قدامها وكيحاول يهضر معاها، ولكن زهور كانت كتشوف فيه بواحد النظره خاويه بحال كتشوف في الخيال. واحد الليله السي محمد سمع صوت الماء كيتكب في بيت زهور، طل من الشقه ديال الباب ولقى الصدمه. زهور كانت جالسه وسط البيت، ولكن البيت كله غارق بالماء، وهي كتغسل شعرها بواحد الطاسه ديال النحاس قديمه، والماء اللي كينزل عليها كان سخون لدرجه ان البخار غطى على البيت كامل. العائله عيطوا لواحد الطبيب فرنساوي كان مشهور في مكناس هذيك الساعه. الطبيب دخل عند زهور وحاول يقيس ليها النبض، غير حط يدو على المعصم ديالها قفز ورجع للور، ووجهه ولا بيض بحال الكفن. خرج الطبيب وهو كيجري وقال للسي محمد بالفرنساويه وهو كيترعد: هاد المراه ما عندهاش قلب، النبض ديالها واقف والدم ما كيدورش في عروقها، ولكنها كتحرك وكتهضر. هذه جثه محنطه بالبخور والسحور. الطبيب هرب من الدار وما عاودش رجع، ومن تما بدات الهضره في مكناس بلي زهور رجعت، ماشي هي زهور الانسيه، ولكنها خيال صيفطوه نسى المكان باش يكملوا شي حاجه بدات هامره. واحد الليله اللي هي ليله عاشوراء، المدينه كلها كانت ساكته. زهور ناضت من بلاصتها ولبسات خيط الروح وخرجات للزنقه. سي محمد تبعها هو خايف، غاده وكتمشى بخطوات ثقيله حتى وصلت لباب الحمام المهجور فين غبرات هذه 20 عام. الباب اللي كان مصدي ومسدود بسلاسل غلاط تحل بوحدو غير قربت منه هي. زهور دات عند السي محمد والأول مرة شفت فيه بحنان، وقالت ليه بصوت كيشبه صوت الريح: السي محمد، الوفاء ديالك هو اللي رجعني نشوفك، ولكن العاد فوق مني ومنك. أنا دابا ملك ليهم، واليوم كيسالي الأجل اللي عطاوني باش نودعك. زهور دخلت للحمام والسي محمد تبعها وهو كيغوت، كان كيقول ليها: زهور ما تخلينيش عاود تاني. غير دخلت للبيت السخون، الحمام كله شعل بواحد النور خضر قوي. السي محمد شاف زهور كتحول لحمامه بيضه وطارت للفوق، وخيط الروح طاح في الارض وتشتت لعقيق احمر بحال شي قطرات ديال الدم. في ديك اللحظه الحمام المهجور بدا كيريب. السي محمد خرج كيجري، وغير خرج السقف طاح وكل شي ولا تراب. ملي قلبوا وسط الانقاض ما لقاو لا الجثه ديال زهور لا اثر ليها، لقاو فقط فرده ديال صباط عروسه قديم وريحه ديال البخور بقات عاطيه في داك المكان لسنين طويله. اليوم الا مشيتي لمكناس وسولتي العيالات الكبار على العروسه اللي غبرات في الحمام غيقولوا لك بلي السي محمد بقى كيزور داك الحمام المهجور كل ليله حتى مات وهو شاد في يديه عقيقه حمراء من خيط الروح. وهذه هي القصه اللي بقات سر مدفون في قاع الخبيه، قصه كتعلمنا بلي الغيره كتحل بيبان الجنون، وبلي الوفاء هو الحاجه الوحيده اللي كيقدر تجلب الروح من عالم اخر، وخا يكون الثمن هو العمر كله. وتما سالت الحكايه وبقات العبره في قلوب الحدقات بحالكم.